واخيرا ما بقاش كيتسنى انا يتسنى تخوا بلاصه، ولاو المدربين المغاربه تيخرجوا تيكتشفوا حتى هما بطولات اخرى وتجارب جديده. شوف راه النقاش اللي كنا مع الزميل البوتوزاز واحد الاسبوع تقريبا ناقشنا هذا الموضوع ديال المدرب. المدرب دائما المكان اللي من يجتهد. اولا كان انتقاد كبير والملاحظات حول غزو ديال الاطار الاجنبي. حنا البرتغالي على الخصوص اتفقنا بان الجنسيه لا كفاءه لها. لا كفاءه لا جنسيه لها، لان ما يمكنش، لان في حقنا نحتاج الكفاءات، ولكن ماشي على حساب الكفاءات الوطنيه. ولكن الكفاءات الوطنيه بالمقابل خاصها تجتهد، تطور الامكانيات ديالها، تبحث عن افاق اكثر. يعني وسجلنا بان كاع الاطر الوطنيه اللي كتمشي على الصعيد الدولي ولا العربي ولا الافريقي كتالق وكدير مكانتها. كما قال سكوار فعلا الكفاءه اللي خاصها الدعم، لان الجامعه دارت واحد المجهود على مستوى التكوين، ولكن خاصك التمويل الفردي، الطموح الفردي كذلك، تحسن الامكانيات ديالك، تبحث تطور امكانياتك اللغه ديالك، خاصك التواصل، خاصك هذيك اللغه، ونقلب ناخذ تجارب على برا بطبيعه الحال. الا ما كنتش خدام نقلب ماشي ضروري نريح في القهوه نبقى نقول لا عباد الله ولا نبقى حاضي هذا نطلع على ولا نمشي نتفرج فيه ولا تقول له ما عرفش يوقف الفرق انا نعرف لا لا اسمع لا. ثانيا خاص واحد التنظيم ديال مهنه ديال مدرب وطني، تنظيم مهنه، تنظيم مؤسساتي يكون قوي، هو المخاطب كيحافظ على اول كيحرص على اخلاقيات المهنه بينه وبين الزملاء. هو كان واحد العدد كبير ديال المدربين المغاربه كانوا ولاو كيحظوا بالثقه في الدوري السعودي، سيرتو في الدرجه الثانيه. كنتي انت عادل، كان حمد مجاهد، كان انت الجعواني، كان رقيق جعفر، كان بزاف ديال الاسماء اللي خداو، كانوا الحمد لله كلهم خلاو واحد الصوره طيبه وواحد المستوى كبير اللي بصموا عليه الفرق ديالهم. والحمد لله هذا كيخلي انه الثقه دائما المسؤول العربي بالخصوص كتبقى عنده واحد الثقه الاطار الوطني اللي دائما كيبقى واحد كاين دائما البحث عن مدربين مغاربه اخرين باش ما كيبقى واحد الامتداد ان شاء الله. غير هو مزيان ملي جبدنا النقطه، لان تلقيت مجموعه من الاتصالات من المدربين نيت اللي كانوا كيخدموا في الدرجه الثانيه في السعوديه ولا في الامارات، ولا مطرح عندهم واحد الاشكال ديال البرو، لان في دوري الدرجه الثانيه ديال السعوديه ما بقاوش يقبلوا الاطار الوطني بالا، ولا كيطلبوا الكاف برو ولا اللايف سي برو ولا الويفا برو. ومجموعه من المدربين اللي مازال ما لقاوش فرصه هنا باش انهم يتسجلوا باش ياخذوا البرو. وبالتالي انا واحد رساله للاداره التقنيه بحال هاد المدربين اللي تيخرجوا كيشاركوا على برا في مصر درت معاهم هادشي. تونس اللي كانوا يديروا واحد اللوبين كبير، انت راك عرفتي خدمتي معاهم في السعوديه في الدرجه الثانيه وفي الدرجه الاولى، كاين بزاف. الاداره التقنيه ديالهم سهلات عليهم، سيروا رجعوا خاصه المبادره خاصه اللي خارجين خدامين يقلبوا على راسهم، نديروا معاهم نساعدوا معاهم باش يبقى بزاف جاو دابا دخلوا. انا كنقول لك ما عنديش البرو، انا موالف كنخدم على برا ما عنديش. وهذا درس اخر كذلك تحنف على المستوى الصعيد الوطني، خصنا نحميو المهنه، ماشي اللي جا من برا يدخل مرحبا به، خاصها شروط وخاصها اسبقيات وماشي على حساب الاطار الوطني. علاش؟ باش نحميو كذلك الاطار الوطني ونحميو بالحرفه بالمهنه، ماشي بالامتيازات بالكفاءه بالتالي صحيح بالكفاءه ولا بالشروط كذلك. الشروط باش تجي وتدرب في المغرب خاص يكون شروط. خاصك تجي تعطي لو بليس، خاص تكون انت واحد الانسان اللي واحد المدرب اللي عندك واحد الخبره كبيره وغتوصلها وغتستافد من المدربين. اي مدرب يقدر يستافد من فكره ديال مدرب اخر، وعيده تشوف مباريات ديالو خطط ديالو، فهذه الاشياء اللي غتستافد منها. ما يمكنش تكون عمرك درتي مدرب على برا تجيك مدرب كاليبر اللي غادي يكون عنده ديجا خدم في بلاده وعطاو واحد الصوره وكان واحد الاضافه وغادي يجينا راسي نورمال غادي تستافد منه، ما كاينش المشكل. غير حنا ملي كيجي مدرب ما كيعرفوش حتى في بلاده وكيجي هنا، ومدربين اكفاء اللي كنعرفوهم اللي مغاربه اللي احترامهم كبير وما كتلقاهم ما لقاوش المكان ديالهم، فهنا هذا كيحز في النفس شويه. وكنتمنى بان ما تكونش واحد الحيف على الاطار الوطني. وهذا نقاش اللي خصو دائما يتفتح، هذا ديما خصو يبقى مفتوح وغيبقى ديما مفتوح اصلا. لا ولكن خص المأسوه في المدربين تما خصو يتفقوا بيناتهم، اطار كيجمعهم كاملين. هذه صعيب باش هاد النقطه باش يتفقوا بيناتهم صعيبه، خاصو باش نكونوا واضحين نقدروا نكونوا واصلين واحد النسبه ديال التفاهم وشي حويجات شي مسائل، اما باش نتفقوا هذه لا هو الجانب المؤسساتي اللي كيدوا على الجانب المؤسساتي قانوني عندنا واحد الاطار
اللي كيحميني وكيحميك. صحيح، في اطار المهنه والحقوق والواجبات ماشي غير الوقت اللي غنزير نمشي نقلب على باش يدافع عليا هذا التليفون غنحل المشكل مابقاش تفكر. اخيرا بعدا شفناهم مجموعين ومع الاداره التقنيه كيقولوا عصبه ولا هيئه المدربين. لا كل هذوك اللي راه حتى واحد ما عرف المدربين ما عرفوش واش عصبه ولا وداديه واش عصبه المدربين ولا هيئه المدربين. المهم مدربين المغاربه الوداديه في الاجتماع الاخر هو اللي كان حاضر معاهم، كان حاضر عبد الحق مندوزه الاجتماع الاخر كان حاضر فيه صيفطوا رئيس الوداديه ديال المدربين. المهم المدربين المغاربه والاطر المغاربه اللي كيحاولوا انهم تما يكونوا تما واحد الطرف في الثوره ديال كره القدم المغربيه وكيكونوا تما واحد الاضافه، فهذا الشيء كيحاولوا انهم يلقاو حلول. هو اللي كنتمنى يكون هذا الشاري يكون يعني مؤسس له كما كنقول سنويا، ماشي حيت دابا غير جات واحد الفرصه سيفي عندنا واحد الهدف باغي نناقشوه في هذه الفتره ان حركنا هذا الشيء. لا النقاش كل سنه كيكون تقييم بعد على ذاك الموسم اللي فات وكنهضروا على الاشياء اللي ممكن تصلح الموسم اللي من بعد باش يكون واحد الافرازات التقنيه في مشينا في وصلنا. هذا كيكون راه كيكون مدربين عالميين كيديروا واحد الاجتماعات في نهايه الموسم وكيبقاو يتناقشوا مدربين كبار وكيستافدوا منهم مدربين اخرين باش كيكون التقييم دائما كيكون واحد التطور في المستوى. والقرارات اللي خدينا واش كانت صعيبه صح ولا كان شي غلط خاص كلشي كيغلط عادي باش نزيدو دائما ماشي دابا حيت عندنا واحد الهدف ديال الزياده ولا النقصان اننا جبنا المدربين جات مناسبه وصافي بصح دابا خصها هذا فبقاش غير النقطه اللي قال سي عز على ديال لا ليسونس. فالسنه اللي قبل كان دارها لارغيت لقاش كان هو المدير التقني ديال الاتحاد السعودي وكان باش علاش كانوا داروها هما لقاش ملي تكلمت معاه قال لي راه ماشي انا مصحاب القرار المسؤولين السعوديين علاش داروا على المحليين عطوا واحد فوالا اللي كنهضروا عليه حنا دابا عطوا واحد فوالا حمايه للمدرب الوطني ديالهم اللي بغاو يخليوا ليه واحد المجال ديال فين يشتغل. صحيح داك الشيء علاش هما داروا البرو لقاش عرفوا بان خصوصا التوانسه بين قوسين لانهم ما نكذبش عليك زعما غزو ما تخيلوش لحقاش شوف قبل ما يسالي الموسم هذا المدرب التونسي عارف غيمشي لهذه الفرقه وهذاك التونسي الاخر غيجي لهذه الفرقه كيتبادلوا الاماكن. باش نقول ولكن لاحظت في واحد الحاجه انهم كيحميوا بعضياتهم وكيقلبوا لبعضياتهم على ديالو تونسي كامل وكيجيب صافي واحد التضامن من واحد الناحيه. انا هذا شفتو بعيني العام معروف هما دايرين اللوبيين. انا قبل من نهايه الموسم ملي كتبدا تتكلم في شي حوايج كيقول لك هذا راه غيمشي لهذه الفرقه وهذا غادي يمشي لهذه الفرقه صافي وبيناتهم داير داك الشيء. ولكن شنو في سنه وحده ولا مع الدغيا انهم لقاو لهم الحل الاتحاد التونسي باش انهم يوفروا لهم الرخصه باش يشتغلوا باش يبقاو تما لحقاش الا جاو ديجا كاين واحد لو نومبر عنده والمشكل كيزادوا المشاكل كتكبر وهذوك ديجا راه كيلقاو لك حلول انك كيهنوك من واحد النسبه ديال المدربين انهم كيخرجوا وكيبحثوا على افاق ديالهم. هذا بالنسبه للمصريين فكنتمنى بان الاداره التقنيه تاخذ بعين الاعتبار هذه القضيه لحقاش ما كاينش شي ضرر ما كنشوفش شي ضرر اكثر من انه افاده ان الناس غادا تخرج تبحث على راسها وعند افاق واللي قاد بشي حاجه راه غادي يخرج يدير. هذا اللي كان شاد كلمه في المغرب ودابا جاي باغي ضربتو بالمغرب باغي يخلصوا شهاده ما يمكنش ما خاصش كيقول لك انا بعدا مهني الاداره التقنيه انا كنقلب على راسي على برا تيقول لك انا بغيت باش نخدم ولكن راه خاصني بهذه النقطه اخويا عايز نقول لك السنه اللي فاتت لقاش انا السنه الاولى خدمت والسنه الثانيه كانوا داروا القرار ديال البرو ولكن بثقه ديال دوك المسؤولين ديال الفريق داروا معايا واحد الحاجه اللي قليل انهم يديروها. كنت جيت هنا ولقيت بان كان اللائحه مسجله وما يمكنش هذه داروا معايا بان قال لي غنديروا في العقد بان بحال مساعد مدرب وغنجيبوا مدرب سعودي انه في الورق وانت راه هو المدرب هذا بان ملي كيشوف بانك كاين كفاءه وكاين واحد الشغل هذا ما يمكنش يديرها معاك ناس اجنبيين بهاك غير يديروها معاك لله. شنو المانع بالنسبه للاداره التقنيه الوطنيه باش تدخل في هذا البروجي بحال هكا؟ هذا السؤال تعطي اسبقيه للناس اللي كتشتغل برا في حاجه الى ديبلوم ما كاينش ضرر ما كاينش ضرر نهائيا انه الناس كتشتغل كتشتغل واش هذا كتعاون ومهنياك من واحد المشكل هنا هذا اللي كيشتغل ولا كتعاون داك اللي جالس ما لا هادو اللي كيشتغلوا برا خاصهم معامله خاصه. ملي غادي يجي المدرب كيقول لك انا عندي عرض ولكن راه الاشكاليه ديال الدبلوم في العام الاول كيطلبوا لهم ديروغاسيون تعطي ديروغاسيون كونكوار صافي هذاك الشيء دابا راه شي وقع لي انا هذه السنه هذه ضروري بان يا اما نجيب بالدبلوم بانكم كو بانني ولا صافي ما يمكنش تدخل انت دير هذاك المشكل اللي غتولي الاكتضاد هنايا وشي جالس وشي كيتسنى وشي هادشي. حنا كنتمناو بان الاداره التقنيه
تاخذ بعين الاعتبار كاين مسائل اخرى بغض النظر على الشغل، وكاين حاجات اخرى بان الناس كيبغيو يبحثوا على افاق، كيبغيو يديروا الحياه ديالهم، كيبغيو بزاف المسائل، فنتمنوا بان يكون واحد التيسير من شويه في الامور باش الامور تواصل مع الاصدقاء توانسه قال لكم في الاداره التقنيه ديالهم صايب وبسرعه قلت لي ديك السنه هم مصريين. كان لاركيت قال لي بان راه حتى توانسه معاهم بزاف، قال لي حاولنا نديروا البرو باش نقننوهم تاهم. فرمشه تعين واحد السنه انهم حضروا البرو وان الامور رجعت كما كانت وعندهم واحد الامكانيه انهم يشتغلوا فين ما كان. كنتمنى بان الاداره التقنيه المغربيه تاخذ بعين الاعتبار هذه النقطه هذه وتعطي الناس مجال باش انهم يخرجوا يبحثوا على راسهم، لان اللي عنده الكفاءه راه يقدر يشتغل في اي مكان بو امبورت واش المغرب ولا برا، المهم انه عنده كفاءه فهو قادر براسو، قادر وعنده ثقه في نفسه انه يخلي ديما واحد الصوره ديال الاطار الوطني تكون جيده ان شاء الله. وهادشي اللي نتمناه، هو المدرب المغربي ولا مطلوب، المدرب المغربي الان ولا ماركه مسجله ولا كيستعنوا به في المنتخبات، فرق قويه الاغلبيه كيكونوا كيتالقوا صراحه، كيديروا مكان عندهم واحد المكانه محترمه. خصوصا المغاربه باش كيعرفوا يتانتيغراو في اي مكان مشيت، كيعرفوا يتادابطوا مع اي سيستيم، اي ناس، الناس الاجتماعيين، الناس الشعبيين اللي كيعرفوا انهم في اي مكان كيعرفوا كيفاش لغه التواصل، عده اشياء اللي كتخليهم انهم عندهم واحد القدره انهم يكون واحد نسبه النجاح كبيره دائما. كيف ما نقولوا دابا الاهلي المصري عمره ما عطاو نادي القرن انه مدرب مغربي فهذه بحد ذاتها بانها وسام على راس ديال جميع الاطر الوطنيه اللي خصهم هو هذاك الحضور ديال بعض الاسماء الصعيد العربي والافريقي عطات واحد الدفعه للاطار الوطني، وثاني الانجازات ديال كره القدم الوطني في السنوات الاخيره ثاني عطات هذا، وخصهم من ناحيه المهنه قويه، دعموا لان علاش ما كما قلت ما كاينش ضرر، ما باش يعني ما كاينش ضرر في هذه المساله هذه، لان اكثر ما هي ايجابيه اكثر ما هي سلبيه، اسبقيه، لانه في حاجه الى دبلوم يساعدوا، وتا بغى واحد حياه كريمه، بغى يدير المستقبل ديالو، الى بحال دابا الدبلوم ما كاينش وجا جلس، ورينا شنو النتيجه، لا الاداره التقنيه لا هذاك الاطار لا الكره عموما لا هذاك الميدان لا حتى شي حاجه، كتبان لي بان الامور كلها غتكون سلبيه بجميع النواحي. كنتمنى بان الامور تاخذ شويه بعين الاعتبار باش ان شاء الله باذن الله ان شاء الله نتمنوا هذا ميساج وجدناه، لان صراحه لقيت بزاف ديال المكالمات ديال مدربين تنعرفهم تيشتغلوا سنوات في الخارج، كل هذا العام طرح لنا مشكل. وراه شحال من اطار ما بغيتش نديروا السميات لان باش ما نطرحش اشكالات، راه كاين اللي مشى قلب بلاصه اخرى ما لقاش هنا، بغا هاد مشاو يتسجلوا في اسيا، بغاو يتسجلوا في كاين في تونس، كاين اللي في عمان، كاين في الامارات، انا عارف مدربين في الامارات. لان علاش اللي ما لقاش فرصه هنا مشى لدوله اخرى وتسجل باش يحل المشكل ديالو، وبان كان من الفرصه متاحه على الصعيد الوطني، علاش ما دارش؟ هادشي اللي كنتمناو، لان هذه فرصه ان شاء الله باش الاطر الوطنيه تفتح لها الباب باش ان شاء الله، لانها قادره باش انها تعطي كما قلت لك واحد الصوره وواحد النجاح باهر، واكبر دليل على المتعه ولا السلاميه ولا المدرب كيمشيو مع 5 الاطر. راه انا ملي مشيت راه ديت معايا معيد بدني وديت معايا مدرب الحراس اذا فين هو المشكل؟ اذا كاين واحد الاستفاده، انا ما كيبانش ليا شي حاجه سلبيه في هذا الموضوع هذا. لا انا متفق معك، كاين شي حاجه سلبيه، راه في الوقت اللي كان لاركيت انا ذاك وكانت باقي الدراري ما خداوش كانوا الدراري في الخليج سيرتو في قطر كان دوره تكوينيه كانت غدا لنا مشاو داروها تما في قطر باش الناس تبقى استمراريه تما، واش هذا حل من الحلول باش الناس كتبقى في واحد الاستقرار وواحد الحياه اللي بغاو يسوها لهم وبغاو في المجال ديال المدرب. الخروج ديال الاطر الوطني بهذا الكثافه راه كيساهم كذلك في راه كيولي جاليه حتى هو وكيولي راه كيولي صعب في جميع النواحي. الا ما كانش غيخدموا في المغرب غيكونوا اجانب كثر، هذاك الشيء اللي قلت لك. الا جا جلس غنستافدوا، بغيت نفهم انا شنو الا جلسوا شنو غنديروا، خصو يمشي يقلب على افاق اخرى. صحيح احتكاك وتجربه وبدي السميه ديالو، ديك الساعه ممكن انه يرجع ويخدم في بلاده. اليوم احنا 17 غشت، مازال ما دارش القرعه ديال البطوله الوطنيه، مازال الغموض ديالو في هذا الموضوع هذا ديال واش غنلعبوا ب20 واش غادي نلعبوا ب16 واش ما غنلعبوش كاع. كنتلقاو اتصالات كيسولونا كنقول لهم والله حنا ما عندنا معلومه. شوف دير 16 دير 18 دير 20 غادي خذ قرار، غير خذ قرار. هاد نقولوا باللغه العربيه راه غتتفق معايا تلكو. علاش بغيتي دير 20 دير 20 انت كتقلب لها على تخريجه، المهم كاينه، ولكن غير خرج خذ قرار. راه البطولات بداو وكاين اللي كيستعدوا وكاين اللي وانت الناس كتستعد. دابا انت كمدرب سعيد، دابا انا واحد الفريق تكلمت معاه باش نقول لك كنا تكلمنا وادي تكلم معايا المسؤول ديالو عرفتي اش قال لي حنا باقي ما عرفناش واش غنبقاو في الدرجه. والله العظيم لا بحال هكا قال لي حنا باقي جالسين ما عارفينش واش غنجيبوا مدرب على حساب القسم اللي حنا فيه ولا مدرب على حساب سميتو. حنا كنتسناو الى الحدود الساعه. وشوف دابا شحال
وشحال زعما شي حويجات اللي ما كنظنش في زمن الاحتراف اننا نكونوا باقيين نتكلموا على المسائل. وين كان النقاش من الناحيه القانونيه في نقاش كبير، ولكن بغيت تاخذ قرار دير 20 دير 16. وين كان نقول لك واحد القضيه انا عندي وجهه نظر ما بغيتش نحتفظ بها راسي، الزياده مهم عندها تبعات اخرى من ناحيه التكلفه الماليه بزاف ديال الاشياء، ولكن خذ قرار. عطي اولا المدرب انت المدرب اللي كيشتغل ما عارفش ما بكش الاداره ديال الانديه. دابا المدرب كيشتغل لك البرنامج كي غيدير له. كاين الفرق مازال ما عيناش مدربين. مسؤول باقي ما عرفش واش غيجيب مدرب ديال هذاك القسم ولا القسم اللي هذاك مسؤول باقي جالس. وملي كتجي الحقوق كتختلف حتى المدربين اللي خدامين اي افاق كاين برنامج كيسطروا على حساب. سولني عيط لي قال لي واش غيديروا ب 20 قلت له مازال ما تخرجش قرار. وقال لي دابا حنا خدينا اللعابه ديال القسم الثاني حنا نوعيه اللعابه كتفرق. واش غناخذوا اللعابه ديال القسم. ثانيا هو الفرق اللي حاسمه مصيرها دابا المدرب خاصو يدير واحد البلان طرافاي، برنامج ضروري على حساب البطوله وعلى حساب الفروق اللي غادي يواجهها في الاول وكيفاش غتمشي الامور. شي ما فهمتش انا. دابا حنا خصنا نراكبوا التجارب الايجابيه ونبرمجوا. اول شيء بالنسبه للبطوله الاحترافيه والبرمجه. البطولات الالمانيه ودرا كنلقاو 5 سنين البرنامج ديال 5 سنين كاين المقبله في كيفاش غتمشي الامور وامتى غيبدا الدوري وامتى غيتوقف. وهذا النقاش هذا علاش ما درناش ذاك العام دابا عاد سيرت البطوله. كاين اللي كيشوفها ايجابيه تيقول لك بان اللاعب غادي يولو عنده يلعب اكبر عدد من المباريات في الموسم. كاين الفرق اللي عندهم منافسات قاريه كيشوف انه ممكن تاثر عليهم بالسلب. كاين بزاف ديال الاراء مختلفه. شفت بلاغ ديال الاتحاد المغربي اللاعبين المحترفين برئاسه سي مصطفى حداوي، خرجوا بلاغ اللي هما تيقولوا انهم مع القرار ديال الزياده. حنا تيشوفوا من منظور انه يعطي فرصه للاعبين. هذا معنا سي مصطفى الحداوي ناخذوا الراي ديالو بخصوص هذه النقطه هذه، وكذلك بخصوص الكونسونطراسيون اللي دار الاتحاد ديال اللاعبين المحترفين المغاربه، اللاعبين اللي مازال ما عندهمش فرق اللي لحد الساعه مازال ما لقاوش فرق اللي غادي يوقعوا لها الموسم الجاي. سي مصطفى اهلا وسهلا. السلام عليكم، شكرا على الاستضافه. تحيه سي محمد. بارك الله عليك. بارك الله عليكم، الله يوفق. مع السي محمد روحلي ومعايا الاطار الوطني عادل كوار. سي مصطفى بخير. وعادل كي داير؟ بخير سي مصطفى بارك الله فيك. شكرا لكم. الله يحفظك. يعني كنتكلموا على الموضوع ديال زياده او رفع عدد الانديه بالقسم الوطني الاول والثاني من البطوله الاحترافيه. كاين بزاف ديال الاراء، تضارب في الاراء واختلاف الاراء ما بين المتتبعين سواء التقنيين او كذلك حتى الناس اللي المتفرجين. شفنا الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين صدر بلاغ هو تيعبر على انه كيساند الفكره ديال زياده ورفع عدد الانديه ال20. علاش بنيتوا القناعه ديالكم ديال زياده عدد الانديه وشنو ممكن كتشوفوا انه يستفد منه سيرتو اللاعب بحكم انكم انتم رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين؟ واولا الزياده ديال العدد ديال الفرق كما قلنا ما تبقى 16 ولا 20 فريق، ماشي من ناحيه ديال الفرص ديال الشغل الاطور الوطنيه بجميع المكونات ديالها، وكذلك عدد ديال اللاعبين اللي غادي يلقوا فرق اللي غيبداو معاه وداك الشيء. حنا كلاعبين محترفين اللي كاينين في الاتحاد المغربي للاعبين المحترفين كاين عدد من اللاعبين لعبوا في الاحتراف، عدد من اللاعبين اللي داروا اسماء كبيره، وهذاك الشيء اللي تناقشنا عليه كنا تنشوفوا بان هذا العدد الى تزاد ديال الفرق غادي يخلي البطوله تلعب فيها مباريات كثيره، تباري كثير. بالنسبه للاعب المحلي غيكون عنده واحد المستوى عالي في اللياقه البدنيه التقنيه التكتيكيه، كذلك الذهنيه ديالو بالاستعدادات المباريات اللي غتكون كثيره. بالنسبه واللي عنده فرصه كذلك الالتحاق بالمنتخبات كلها العمريه وكذلك الفريق المنتخب الاول ديالنا. هادشي يجي من الخبره ديالنا من هادشي وهاد الاراء المختلفه، وهادشي الشيء تنحترموها كثير لان تيكون نقاش ويكون بلوره ديال هاد الاشياء هادي باش يخرج واحد القرار اللي هو صعيب جدا اللي غادي ينفع الجميع. راه تيكونوا سلبيات ولكن الايجابيات غتكون كثيره لان الجمهور غادي يكون كثير، اقتصاد ديال دوك المدن تلعبوا فيهم المباريات، عدد المباريات غتدرب الخير على الفرق اللي غادي تكون اللي غادي تولي باش توصل 20 ديال الفرق في القسمين الاول والثاني ديال الصفوه القسم الاحترافي.
هذا من الباب ديال التجربه ديالنا كلاعبين سابقين. وكذلك انت تشوف المنظومه ديال اللاعب اجنبي او لاعب اللي تيلعب في اوروبا ولا دار، تشوف العدد ديال المباريات وما عندوش مشكل من الناحيه اللي قال بدنيا، لكن الاستعدادات في المستوى العالي، طاقم تقني تيحرص على داك الشيء ماشي وطبي وعلمي، وهذه اشياء كلها اللي خلات هذوك اللاعبين تيكونوا في ذاك المستوى العالي. بغينا باش نبقاو غاديين في هذه الوتيره ديال اللاعبين في المستوى الكبير عندنا في الفرق، والمنتوج ديالنا الكروي البطوله ديالنا راه من احسن البطولات اللي كاينه في افريقيا، ما قلناش الاولى. وباش نزيدوا نكملوا هذه الرياده هذه خاص ولا بد نفكروا كما قلت بزياده هذا العدد هذا، ونعطيو الفرص اللاعبين باش يلقاو فرق، نعطيو فرص المكونات ديال الاطقم اللي غادي تخدم في هذا، وكذلك حتى الجماهير المتعه، الصحافه يكون عندها اشياء اللي غتكلم عليها. سي مصطفى انا متفق معك، الى تزاد العدد ديال الفرق غتوصل ل 20، يعني 38 مباراه في الموسم، هادشي غير في البطوله بالاضافه لمباريات كاس العرش، وكذلك الفرق اللي عندها التزامات على الصعيد ديال المنافسات القاريه. احنا غير في موسم عادي وكنا كنسمعوا بزاف مدربين لاعبين تيتشكاو من ضغط المباريات، نلعبوا الاربعاء والسبت او الحد. واش اللاعب المغربي الان قادر يلعب هذا العدد ديال المباريات في الموسم؟ وشنو غيتغير يعني ما بين مسير ولا مدرب ولا لاعب يتشكى لا غنفرضوا عليه انه غيلعب؟ شنو ناقص اللاعب المغربي باش يقدر يواكب هذه الزياده اللي كانت ويلعب هذا العدد المهم ديال المباريات؟ انا بالنسبه لي ما غاديش يكون شي نقص، غتكون رغبه كثيره وجامحه بانه باغي يوصل، باغي يكون من نجوم باش يوصل للمنتخبات كما قلت بجميع الفرق العمريه، وكذلك اللاعبين الشباب اللي غتكون عندهم فرصه باش يلعبوا في الفريق الاول. وحنا محتاجين لهاد اللاعبين اللي يلمعوا وتا هما نعتمدوا عليهم في المستقبل ديال في الفرق الوطنيه ديالنا. الاستعدادات عندنا مدربين في المستوى العالي اللي مكونين على مستوى، راه برهنوا الاخوان كلهم اللي خرجوا برا دابا تيدربوا برا وهزوا الرايه ديال المغرب كمدربين ناجحين، وعندنا اخرين اللي موجودين في المغرب بالدبلومات ديالهم